هلو معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده جاي اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، وهو ليه انا عندي اهداف كتير وما بعرفش اوصل لاي حاجه منها. ليه انا عندي شغف ومش قادر احطه اون تراك ومش عارف امشي والتزم تجاه الهدف. ليه كتير بيطلع لي وانا اول ما باجي ابتدي حاجات كتير توقفني. النهارده هقول لك على حاجات مهمه جدا تاخد بالك منها، لو ركزت عليها وعملتها هتوصل لاهدافك كده كده كده. اول حاجه منهم هي المقارنات، ومش المقارنات العاديه، لا، المقارنات اللي انا بدخل نفسي فيها في المجال. يعني مثلا انا عايز ابقى ارتست، عايز ادخل في مجال الرسم واعمل بورتريز وارسم لوح، وحاسس ان انا كويس في الرسم وعايز انجح في المجال ده وعايز احقق حاجه فيه. وانا داخل المجال ببدا ابص على الناس اللي فيه واحس ايه ده، هو انا هضيف ايه؟ ما في ناس كتير قوي بترسم، هو انا هعمل ايه يعني؟ هوصل لايه؟ بصوا في ناس كتير قوي واصله لحاجات كويسه. لازم تفهم انه فرديتك في اي مجال ليها بصمه. ما ينفعش حد يعمل حاجه بنفس الشكل وبنفس السيستم وبنفس الطاقه بتاعت حد، ده مستحيل. يعني لو 2 دكاتره مستحيل طاقتهم تبقى شبه بعض ايفن لو بيقولوا نفس المعلومه. عشان كده احنا كلنا يعني احنا مختلفين في الطاقه وفي السيستم النفسي، عشان يبقى في ناس بتروح لده وناس بتروح لده. يعني طاقات بتختلف وطاقات بتختلف عشان الناس كلها يتوزع عليها رزق. فانت لو داخل اي مجال وعايز توصل فيه لهدف، اتأكد ان طاقتك مهما كانت معلوماتك قليلة مقارنة بحد تاني، طاقتك هتلم ناس معينة وناس معينة هتستفيد منك، لانه طاقتكم بتختلف. تبقى متأكد قوي ان طاقتك هي بصمتك. رقم 2 عشان انا كاتباهم قدامي، الوعي بتاعك المتوظف غلط. يعني ما ينفعش يكون عندك وعي او دارس حاجة وتحس ان انت بتتباهى بيها. ما ينفعش المعلومات تبقى مصدر للتباهي، ما ينفعش تبقى ايجو، ما ينفعش تبقى صورة بتاخد قيمتك من خلالها. لا، لازم تفهم كويس قوي ان المعلومات هي وسيلة ان انت تفيد بيها حد وغاية ربنا سبحانه وتعالى، مش لصورتك الشخصية اللي ناقصة اصلا من غير معلومات. لما يبقى معايا معلومة زيادة او لما بقول لحد حاجة هو مش عارفها، لاحظ نفسك لو قاعد وسط جروب بتتكلم عن شغلك كتير، بتتكلم عن نفسك كتير، بتتكلم انت بتعرف تعمل ايه كتير، اعرف انه هنا في ايجو، ان الشيطان هو اللي بيتكلم عنك، مش انت اللي بتتكلم عن نفسك. لانه اللي بيتكلم عن نفسه بيتكلم بحقيقته، بيبقى طبيعي، بيبقى هادي، ما بيحاولش يكون عنده حاجة يتباهى بيها قدام حد. دي يعني شوية تابعة للنقطة اللي قبلها. ثالث نقطة وهي شعورك بالتأخر. يعني لو انت دايما حاسس انك متأخر، حاسس انه ايه ده، مين وصل لايه، ده اتجوز وده خلف وده نجح في شغله وده بقى معاه فلوس، ده بقى بيسافر وانا ما عملتش كده. الاحساس بانك انت متاخر ده بيخليك تنسى الشغف الحقيقي اللي نابع من الحقيقه بتاعتك، تنسى انت عايز تضيف ازاي وتساعد حد ازاي وتقدم لحد خدمه من الانتويشن بتاعك ازاي، او من الحدث، او من الصوت الداخلي اللي ربنا بيمدك بيه دايما. يعني اللي انا بقدمه ملوش دعوه انا متاخر ناجح او فاشل، ملوش دعوه. فلازم تشيل النقطه دي من دماغك وتعرف انها لو موجوده هتاخرك عن الوصول لاي هدف في الدنيا. النقطه رقم 5 وهي السيستم بتاع اللايف ستايل بتاعك وتركيزك على ايه. انت دايما بتصحى من النوم مركز على ايه؟ دايما بتركز على يعني انك انت تشوف مين بيكلمك الصبح يقول لك مشكله، مين حصل ايه معاه على السوشيال ميديا، مين عايزك تعمل له ايه، تركيز طاقتك على ايه. يعني الناس اللي بتوصل للاهداف عندها تركيز قوي على الاضافه، او اللي بيخرج من جواها ومن حقيقتها في الحاجه دي. بالنسبه لك انت مش هتتخيل ان هو مركز قوي كده، لانك انت حياتك كلها واللايف ستايل بتاعك مبعتر. يعني كل اليوم كله مع اصحابك، شويه في الشغل، شويه عايز تخلص ساعات الشغل لو انت موظف، عايز اليوم بتاعك بيطير من غير ما بتركز انت بتبني ايه وبتطلع ايه وبتبني الخدمه بتاعتك وبتوسعها ازاي. فالشخص اللي بيوصل للاهداف عنده تركيز عالي قوي على حياته، عنده تركيز عالي قوي على صحته، عنده تركيز عالي قوي انه يطور نفسه، ما بيقضيش وقت كتير مع الناس، ما بينزلش يقعد في جروبات كتير، بيخليها في ويك اند بس او في يوم واحد في الاسبوع، ما بيبعترش وقته على حاجات تافهه، ما بيضيعش دقيقه من غير ما بيستثمر فيها صحته والسكيلز بتاعته والمعلومات اللي عنده، وان هو يفضل يطور من ذاته ويفضل يطور من اللي عنده. ما بيضيعش وقت، يعني سيمبلي، يعني ما بيضيعش وقت خالص.
بيخلي اللايف ستايل بتاعه فيه تركيز عالي، وبيخلي وقت قليل قوي للتفاهه. يعني مفيش مانع من التفاهه، بس بيقنن قوي الوقت بتاع التفاهه. رقم 6 وهي اخر حاجه، التحليل. ما بيحللش زياده عن اللزوم. يعني التحليل مهم جدا انك تحلل، لانك انت لما بتحلل ممكن الرؤيه توضح لك وتعرف هتتجه ازاي. بس في نفس الوقت ما تستخدمش التحليل غلط، لانه الناس المفكرين والناس اللي بتوصل لنجاحات كويسه، النجاح هو ان انت بتشاور على بوينت وبتعرف تجيبها او بتعرف تحققها، وده ملوش دعوه بان انت ناجح شخصيا او فاشل. لا، ده معناه ان انا شاورت على بوينت ورحت لها. طيب النجاح اللي هو الهدف اللي انت رحت له، الناس اللي بتعمل كده المفكرين بيحللوا، بس ما بيخليش التحليل يأثر على نفسه. انت بتبقى اوفر ثينكر، ويبقى عندك اوفر ثينكينج طول الوقت من كتر ما انت بتحلل وعمال تحلل الحاجه، لانك خايف ما تتجاوزش الالم، خايف تتخدع تاني، خايف تتخذل تاني، فبتفضل تحلل تو ماتش، فبتبدا ان انت ما بتبقاش في البريزنت مومنت، فبيبدا ده يبقى معرقل كبير قصاد الهدف. فحلل الاشياء من غير ما يبقى فيه دلوقتي نتيجه، من غير ما يبقى فيه دلوقتي تحليل، من غير ما يبقى فيه حاجه دلوقتي افهم هي فيها ايه عشان خاطر احل المشكله. لا، ممكن تحلل، ولو ما ظهرلكش اجابه انت عادي هادي من جوه، انت موافق، انت ما عندكش مشكله. دول 6 نقط مهمين جدا عشان توصل لاي هدف في الدنيا انت عايز توصل له. ما تنساش تعلي الاستحقاق بتاعك قوي، وتحلم قوي، يبقى عندك اهداف كبيره قوي من غير ما تحس ان انت دلوقتي قليل. سر الوصول للنجاح هو ان انت تبقى دلوقتي راضي ومستمتع وباصص على اللي انت عايز توصل له، وموافق على النقطه اللي انت واقف فيها، ومستحق للنقطه اللي انت عايز تروح لها. اشوفك في فيديو تاني، يا رب تكون استفدت من الفيديو ده. وما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو لو عجبك، وتعمل شير عشان دي كارما ايجابيه. لو حد استفاد من وراك اكيد انت كمان هيجيلك كارما ايجابيه. ولو عاوزت اي استشاره او اي كورس بنقدمه دلوقتي، في كورس بنقدمه دلوقتي اسمه Releasing Others بيساعدك ان انت تبقى بتكوتش الناس اللي حواليك. حتى يعني احنا بناخد 5 يبقوا لايف كوتشز، بس ال15 كلهم هيطلعوا من شهرين تمرين. احنا بنقعد شهرين نتمرن، بنعمل لايف ستايل يعودك ازاي توصل للروتين اللي هي في النقطه الاخيره، السيستم اللايف ستايل، ان انت تبقى مركز قوي، ما يبقاش عندك وقت بتضيعه. فبنعودك في الشهرين دول على كده. Releasing Others بيعودك ازاي يبقى عندك اللايف ستايل بتاكتف فيه المعلومات، وممكن تبقى في الاخر بتختار من، يعني انا بختارك من 5 يبقوا معايا في التيم يبقوا لايف كوتشز. فلو حبيت ممكن تشارك معانا في الكورس، بنعمل لك انترفيو طبعا قبل ما تخش الكورس. هتلاقي الرقم موجود في البايو، وهتلاقي التيم بيتواصل معاك بسرعه جدا وبيوصلك بيه. اشوفك في فيديو تاني، باي باي.